إذا مشاهدينا باسم برنامجنا نبارك بنجاح طلابنا طلاب الصف السادس الابتدائي كل اللي نجحوا. تم إعلان النتائج، وأيضا نبارك لنفسي نجاح ابني زين العابدين عبودي من الصف السادس الابتدائي بعد معاناة وسهر. ونبارك لكل كوادرنا التدريسية والعوائل الكريمة اللي سهرت في سبيل ديمومة أبنائهم وديمومة العملية التربوية، وهذا الإصرار على نجاح أبنائهم. مشاهدينا، نجاحنا بنجاح العملية التربوية عفوا والتعليمية. نجاحنا بنجاح العملية التربوية والتعليمية لا يمكن أن نتقدم أو نتطور إلا بنجاح العملية التربوية والتعليمية. الآن العالم بأكمله يعيش صراع أفكار، فالمثقف والمتعلم يكون إنسان واعي وما راح يتبع أفكار منحرفة. أما الجاهل لو تقول له 1 زائد 1 يساوي 16 خلص ما يدري يقول لك أوكي. والدول المتخلفة من تدخل بها أفكار معينة تدمرها. صراع الأفكار مرعب، فلهذا السبب احنا يجب أن نحافظ أو نصنع جيل مثقف متعلم قادر على استيعاب الصح من الخطأ. فحيا الله كل العوائل الكريمة اللي واظبت واللي سهرت على نجاح أبنائهم، ويا رب الموفقية لطلاب الصف الثالث المتوسط الذي يخوضون الآن الامتحانات، أو أيضا الموفقية بالأيام القادمة لطلاب الصف السادس الإعدادي، ويا رب بمعدلات، ويا رب النجاح بالثقافة وبالنجاح وبالعلم تتطور المجتمعات. لا يمكن أن نتطور أو نتقدم إلا بنجاح العملية التربوية والتعليمية وتثقيف المجتمع. حياكم الله، والف مبروك لطلابنا اللي نجحوا في صف السادس الابتدائي.